اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل. المفكر السياسي الدكتور مصطفى حجازي، مستشار الشؤون الاستراتيجية لرئيس الجمهورية سابقا، برحب بحضرتك وكل عام وحضرتك بخير ورمضان كريم يا فندم. الله أكرم لحضرتك ولكل المستمعين. المفكر السياسي الكبير الدكتور مصطفى حجازي، في هذا البرنامج لا ندين بل ننصت ولا نحاكم بل نفتح ما تأجل قوله. هذا اعتراف مؤجل، فهل تقبل أن تخوضه معنا؟ لا بأس. المفكر السياسي الدكتور مصطفى حجازي، حضرتك مفكر استراتيجي وتنظر للوقائع بمنطق الأسباب لا الانفعالات، في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية وارتفاع الأسعار ووصول الذهب إلى مستويات غير مسبوقة، كيف تقرأ هذا الواقع؟ وهل نحن أمام أزمة اقتصادية فقط أم أزمة إدارة للموارد والتوقعات معا؟ يعني هو بالضرورة أي أزمة اقتصادية لا يوجد حلا لها في مجرد وجود الموارد، كما أسلفنا في أوقات أخرى أن سوء إدارة الموارد قد يكون هو أصل الأزمة وأصل كل أزمة، وبالتالي المخارج منها تكون في مساحة الإبداع والخيال وحسن الإدارة. الأستاذ الدكتور مصطفى حجازي، سيادتك خبير دولي في التخطيط الاستراتيجي وحوكمة الكيانات الاقتصادية والاجتماعية، يعني حضرتك اشتغلت طويلا على فكرة بناء الدول والمؤسسات. برأيك هل الخطر الحقيقي على الدول اليوم يأتي من نقص الإمكانيات أم من غياب الرؤية طويلة المدى في لحظات التحول الكبرى؟ الموارد هي قضية قد تبدو ضرورية ولكن ليست قضية كافية، بمعنى أنه الكفاية في حل أي معادلة اقتصادية أو اجتماعية يبدأ وينتهي عند وجود تصور لرؤية كبرى، لمصلحة كبرى، لسياق يجمع هذا المجتمع أو هذا الوطن ويستكشف فيه طاقاته ويستطيع أن يوظف هذه الطاقات بغض النظر عن وجود موارد لديه أو لا. يعني أيهما الخطر الحقيقي الذي يهدد؟ نقص الإمكانيات أو غياب الرؤية طويلة المدى؟ غياب الرؤية. الأستاذ الدكتور المفكر السياسي الكبير مصطفى حجازي، حضرتك شغلت منصب مستشار الشؤون الاستراتيجية لرئيس الجمهورية في مرحلة شديدة الحساسية عقب أحداث 30 من يونيو. هل هناك لحظة استشعرت فيها القلق على المشهد السياسي في مصر ولو انسحب بعده بقليل، ولكن هل هناك لحظة أو موقف كان متسببا في هذا القلق تسترجعه معنا؟ بالضرورة أي لحظة يمكن أن يهدد فيها السلم المجتمعي أو يصل الأمر إلى نوع من أنواع التشاحن الذي يصل أو قد يصل إلى اقتتال مجتمعي، هذا أمر يخشى أي عاقل وليس أي سياسي. وبالتأكيد كان هناك من يدفع في أوقات كثيرة قبل ذلك وبعد ذلك إلى مثل هذا الأمر، من يعبث بسكينة المجتمع واستقراره أيا كان مدخل العبث لهذه السكينة وهذا الاستقرار. وبالتالي هذا الأمر الذي لا يريح كما قلت أي عاقل ولا أي سياسي، هي فكرة أن يكون المجتمع على شفا التشاحن وعلى عدم القبول بالحياة بسكينة واستقرار. ترى هل هناك موقف أو قرار أو لحظة عايشتها سيادتك في تلك المرحلة ولم تتح لك الفرصة للحديث عنها من قبل، وترى اليوم أن الوقت قد حان للإفصاح عنها، أو رأي ساعد ووجه الفكر السياسي وقتها في التعامل مع الأمر؟ يعني هو بالضرورة كانت الإدارة التي انتميت إليها كانت على قدر اللحظة وتعي درجة الصعوبة والتهاب الموقف. أولا كان هناك قدر من الوضوح لدى الشعب المصري الذي انتفض في شارعه، كان يعرف ما لا يريد، ونحن كنا نحاول جاهدين أن نبلور معه ما يريد. فكان ذلك مجسدا في قضية كقضية وضع الدستور أو قضية لجنة ال50، ومحاولتنا جاهدين أن تكون معبرة بصدق عن جميع قطاعات الشعب المصري، وهذا كان اجتهاد أدعو الله أن يكون كان اجتهادا صائبا ومحمودا، وأن يكون له في المستقبل قريبه أو بعيده مردودا إيجابيا على هذا المجتمع. دكتور مصطفى حجازي، صدر لحضرتك مؤخرا كتاب قبض الريح،
تأملات في العلم والوحي والفلسفة، وهو إنجاز حضرتك الفكري الأحدث. ما الاعتراف الفكري الذي لم تصرح به صراحة بين صفحات هذا الكتاب حتى الآن؟ يقال أن أفضل من يتنبأ بالمستقبل من يصنعونه، فعلينا أن نحسن التنبؤ وحسن الصناعة. لو على الجانب الآخر، ترى ما الدهشة أو العجز الذي تراه في الإنسان المعاصر وشعرت أن الكتاب لم يسعفه للتعبير عنه كاملا دكتور مصطفى؟ أنه تجري من حوله تغيرات عميقة جدا، وهذه التغيرات تحدث مترادفة وتجري في ساحات مختلفة، وهو يتغير عليه واقعه يكاد يكون باللحظة. ولا أتحدث هنا عن الواقع السياسي، أنا أتحدث عن الواقع الاجتماعي والواقع العلمي والواقع التقني والواقع الوظيفي في خلال سنين قليلة. فهي محاولة لتأهيلنا جميعا مرة أخرى إلى أن نكون قادرين على إدارة حوار جاد حول ما يعترينا كمجتمعات، وألا ننتظر أن الأمور ستقوم بترتيب نفسها بنفسها. علينا أن نكون نحن من يملك زمام خلق واقعنا، وكما قلت نحن من نصنع مستقبلنا، وهكذا نستطيع أن نحيا في واقع بدهشة أقل وبعجز أقل. وأن نؤكد لنفسنا من خلال هذا الكتاب أن الدهشة خاصة في عالمنا العربي في الحقيقة أن الدهشة ليست قدرا ولا وظيفة تاريخية، كفانا دهشة. المفكر السياسي الكبير الدكتور مصطفى حجازي، بعيدا عن المناصب وبعيدا عن الفكر والسياسة، هل هناك اعتراف إنساني في حياة الدكتور مصطفى حجازي احتفظ به طويلا ولم يفصح عنه من قبل، وترى أن حان الوقت للإفراج عنه والاعتراف به؟ أن مع مرور الوقت يترسخ لدي مقولة هي قيلت في تاريخنا وتعلمناها صغارا، ولكن أراها تحمل وجاهة كبيرة، وهي مقولة مصطفى كامل: لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا. هذا اعتراف أم فخر يا دكتور مصطفى؟ الاثنين معا. احنا في وقت الوطنية مستهلكة جدا ومسلعة كما يقال، تحولت لسلعة. يعني الاعتراف ده من وجهة نظري إن هو ده فعلا بعد تطواف كتير دي قناعة وصلت لها، وحاسس إنها اعتراف، يعني حاسس إنها يلزم أن تكون اعتراف. هو الاعتراف إنها مش مبتذلة، أنا بقولها وأنا يعني هي تحركني فعلا، يعني هي فعلا لها وجاهة ولها منطق، مش كلام عفو الخاطر، مش كلام شعري. ولا اعترافنا بالنسبة لي هي ليست كلاما شعريا. الأستاذ الدكتور مصطفى حجازي، مستشار الشؤون الاستراتيجية لرئيس الجمهورية سابقا، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه الاعترافات التي أدليت بها معنا في هذه الحلقة، سواء كان فكريا وإنسانيا واستراتيجيا. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور مصطفى. شكرا جزيلا لكم، كل سنة وانتم طيبين. اعتراف مؤجل. عزة إسماعيل.